السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طريقه تحضيري للبانيه، التتبيله بتاعه البانيه وازاي تحتفظي بيه في الفريزر في التلاجة عندك فتره طويله ويكون جاهز على التحمير بالظبط. هقولك على الخلطه اللي انا معتمداها في البانيه والبفتيك، بجد حلوه جدا. معايا هنا البانيه انا مقطعاه صغير لان بنتي بتحب تاكله صغير، فلو انت حابه تخلي القطعه كبيره اللي يريحك. تمام. غسلته طبعا، نقعته في ليمون وغسلته كويس جدا ونضفته وقطعته وجهزته. وجبت معايا بصلة صغيرة مبشورة بالمبشرة ناعم خالص، وهحط عليها البهارات، هي ملح وفلفل اسود بس. وهي دي البهارات اللي انا بحطها على البانيه عامه، ما بجودش بقى واحط بهارات فراخ ولا كاري ولا كلام من ده. عايزه انتي تحطي حطي، بس هو الاكل اذواق. بس انا هنا في الفيديو بقولك على طريقتي انا، عايزه تجربيها جربيها. دلوقتي انا حطيت على البصله المبشوره ناعم، حطيت عليها ملح وفلفل اسود، وببتدي اني انا اخلطها كويس جدا جدا مع بعض. لازم يتخلط كويس جدا. قفلت الكاميرا وعملتها بايدي. بعد كده جبت صفايه مصفى، واحط فيها البصل المبشور اللي انا عملته بايدي كتير جدا. لازم تعمليه الخطوه دي بايدك مش انا عملته بالمعلقه قدام الكاميرا بصراحه. بعد كده قفلت الكاميرا وكملت مع نفسي. بعد كده ببتدي اضغط بالمعلقه في المصفى اللي انا حاطه فيها البصل. كل ما تضغطي تمام هتنزلي، شايفين الميه اللي بتنزل دي الميه البصل اللي انا محتاجاها للبانيه. البانيه بيتحط عليه ميه بصل، مش بصل بيور او اللي هو البصل متقطع او الكلام ده، لا. انتي حطي ميه بصل. تمام. وهيديكي طعم حلو جدا. بلاش تحطي البصل نفسه، حطي ميه البصل. طبعا بفضل اضغط لحد ما بحس ان البصل ده خلاص هو نزل لي كل الميه اللي انا عايزاها. طبعا مش بنرمي البصل، انا بعمل بيه اي اكله تانية بقى جنب البانيه. بس انا مش هعمل البانيه النهارده، انا الفيديو ده بعمله معاكم، والبانيه هشيله وقت ما احب احمر بحمر، يعني بطلع احمر منه يكون جاهز على التحمير. وهقولك برضو زي ما قلتلك في اول الفيديو، هقولك ازاي تحتفظي بيه في الفريزر وما يجرالوش اي حاجه خالص. شفتوا انا مستمره ازاي في اني انا اضغط جامد وانزل الميه. وخطوه اني احنا نخلط البصل مع الفلفل الاسود والملح في الاول مع بعض كتير، هو ده اللي بيدينا ميه بعد كده زي ما احنا عايزين. كده انا خلاص اتاكدت ان البصله نزلت كل الميه اللي انا عايزاها. بعد كده معايا زبادي. علبه الزبادي دي انا باخد منها معلقه كبيره بس زبادي. ما عنديش زبادي بحط شويه لبن صغيرين، لبن سايل عادي، الحليب السايل، او لو في لبن رايب بحط شويه لبن رايب صغيرين. بحس ان بيفرق جدا في طعم البانيه معايا. معايا واحده بيضه صغيره خالص. تمام. بيضة صغيرة، لا تحطي بيضتين ولا 3 ولا 4 زي اللي احنا بنشوفه ده، لا لا لا، هي بيضة صغيرة خالص يا جماعة اللي هتحطوها على الخلطة دي. وتبتدي تخلطي كله مع بعض. طبعا عملت برضو بالمعلقة قدامكم، وبعد كده بقفل الكاميرا ومع نفسي بخلطهم مع بعض كويس جدا، لان الحاجة بتبقى محتاجة خلط كويس. دلوقتي خلطت كله مع بعضه. طبعا احنا حطينا على البانيه ايه؟ مية بصل، معلقة كبيرة زبادي، تمام، والبضاية الصغيرة، رشيت رشة فلفل كمان، حسيت ان هو محتاج رشة فلفل اسود، ورشيت رشة ملح كمان. وهبتدي برضو اني انا اخلطهم مع بعض كويس. التتبيلة دي يا جماعة لما بتتعمل وبتقعد، البانيه بيقعد في التلاجة من بالليل لتاني يوم الصبح لحد الغدا على ما تعمليه، او لما يقعد في التلاجة بتاع ساعتين 3 والبانيه يشرب من التتبيلة دي، بيخلي طعم البانيه معاكي تحفة. بتحسي بتاكليه جوسي كده من جوه طري، ومن بره بيبقى ناشف ومش ناشف قوي، يعني بيبقى مقرمش معاكي زي ما بنقول، وبيبقى طعمه خطير. ويا سلام بقى لو الخلطة دي اتعملت فعلا كمان للبفتيك وسبتيها في التلاجة من بالليل لتاني يوم الصبح، يا خرابي، بتخلي البفتيك طري وجميل جدا. لحمة البفتيك طرية جدا.
طبعا انا حطيت دلوقتي ايه البانيه هو متبل في علبة، وهشيله في التلاجة يقعد معاكي ساعة ساعتين 3 زي ما يقعد. كل ما بيقعد كل ما بيشرب من التتبيلة كل ما بيبقى احسن. كده بعد ما سبته في التلاجة فترة ورجعت له تاني، جبت معايا هنا ايه الطبق ده، انا مخلياه كده بحط فيه بقسماط، وبحط فيه معلقتين او معلقة من الدقيق الابيض العادي، وبخلطهم برضو مع بعض كويس جدا. ولو الخلطة دي خلصت ما بزودش دقيق تاني، بزود بقسماط. وانا بحب اعمل البانيه ببقسماط ناعم، ما بحبش الخشن وما بحبش الفيجيتار. بس زي ما قلت لكم دي اذواق، وبتعملي طبعا اللي الاطفالك بيحبوه، الطريقه اللي اطفالك بيحبوها بتعمليها. طبعا قلبتهم مع بعض كويس جدا اهو، تمام. واللي معايا دول اقل من نص كيلو بانيه، بس باينين كتار قدامكم لان انا مقطعه القطع زي ما قلت لكم صغيره. بصوا القطعه الصغيره ازاي، على فكره الكاميرا بتكبر حجم الحاجه، ده هي حته البانيه في ايدي صغيره خالص في الحقيقه. وانا قلت لكم في اول الفيديو ان هي بنتي بتحب صغير، فانا بحاول اقطعه لها صغير عشان لو لقت القطعه كبيره بتستكبرها وما بترضاش تاكلها، تمام. ببتدي طبعا احط ما حطيتش اي بهارات خالص، تمام، ولا اي حاجه على البقسماط، ما حطيتش، لان الملح بتاع البانيه نفسه اللي انا في حطاه في الخلطه مظبوط، فخلاص مادام كده ما بحطش اي اي ملح ولا فلفل ولا اي حاجه في الخلطه اللي هي الناشفه اللي هي البقسماط وايه والدقيق ده. دول لو انا حاسه اني انا الملح اللي انا حطاه في الخلطه قليل، بروح رشه ملح ورشه فلفل اسود واطعم بيهم البقسماط. بس برضو ما كترتش في حوار الفلفل الاسود والملح عشان لو حدق مش هيتاكل، فلما يبقى دلع يبقى احلى. فانا بصراحه ربنا زي ما بكلمكم كده يعني انا ما حطيتش اي حاجه تاني، هو بس اللي انا حطيته في الخلطه. عايزه انت بقى تحطي في التتبيله الناشفه من بره في البقسماط والدقيق، عايزه تحطي ملح فلفل اسود اي بهارات تانية كاري اي حاجه او كركم اي حاجه حطي، انما ما انا ما حطيتش. بصوا يا جماعه، عشان تحتفظي بيه في الفريزر يقعد معاكي فتره طويله، هتجيبي طبق او هتجيبي صينيه او علبه اي حاجه عندك، تمام. وانا حطيته في الطبق ده. ببتدي اني انا ارص طبقه تحت وعليها ورقه زي ما انتم شايفين، وبين الطبقه والتانيه بتحطي ورقه من الكيس اللي زي ده، عشان البانيه لما تحطيه في الفريزر وتبتدي تطلعيه عشان تحمريه ما يلزقش في بعض. وبغلفه بستريتش رول او الورق الاستريتش زي ما انتم شايفين كده، واحطه في الفريزر، ووقت ما بحب احمر باخد منه وارجع ارجعه في الفريزر تاني. طبعا لو حطيتيه في علبه يكون افضل، بس برضو بين كل طبقه والتانيه لازم تحطي قطع من الكيس عشان ما يلزقش في بعض. جربوه باذن الله يعجبكم، واشوفكم على خير.